فاز الإسباني رودري هيرنانديز نجم وسط مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 كأفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول. وأعلن عن تتويجه خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. قاد رودري منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس أوروبا الصيف الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي. وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي جاء في المرتبة الثانية، ويحمل ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية. وحصل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى لعام 2024، حيث تسلم الجائزة خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس. وقد حضر مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الحفل، وقام بتسليم الجائزة لإيميليانو أمام الحضور. واستحق مارتينيز هذا التتويج بفضل أدائه المميز طوال الموسم ومساهمته في فوز منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2024. يذكر أن الجائزة سميت بهذا الاسم ياشين تكريما لأسطورة حراسة المرمى السوفييتي السابق ليف ياشين.